هنعمل بقى النهارده مع بعض البطاطس الشيبسي. طعمها خطير قوي وحلوة قوي وصحية عشان اطفالنا كمان، الناس اللي بتحب الشيبسي قوي. في ناس ما بتقدرش تستغنى عليه في الاكل. نعملها بطريقة حلوة قوي وصحية وجميلة ونظيفة وكل حاجة. اول حاجة هنجيب معايا بطاطستين او على حسب الكمية اللي انت عايزة تعمليها، ونقشر البطاطس. عامه انا من الناس اللي بتحب البطاطس لان البطاطس قيمتها الغذائيه عاليه، سواء ان هي اولا نشويات معقده فبتحسسك بالشبع لوقت اطول، وبتكون طبعا غنيه بالبوتاسيوم عشان خاطر صحه العضلات والقلب، وغنيه بفيتامين اي، وفيها مينرالز، وقيمتها الغذائيه طبعا عاليه جدا. اول حاجه البطاطستين دول يعني ممكن يطلعوا معاكي كميه كويسه جدا. انا عامه في ناس بتحبها بتطلعها مقرمشه قوي، وفي ناس بتطلعها اللي هو تبقى من بره مقرمشه ومن جوه طريه، على حسب انتي بتحبيها ايه. انا بصراحه قشرت بطاطستين وبعدين كنت هاكل انا لوحدي، فقلت هعمل واحده بس. يعني الكميه اللي كنت مصورها لكم في بدايه الفيديو كمان كان اكتر من كده، يعني انا صورت لكم اللي طلع بس، ده كان من بطاطسايه واحده، فممكن تفرح بيها اولادك يعني او كده. بعد كده هنا بقى هنقطعها لمكعبات. بصراحة السكينة كانت مضايقاني في الأول، ما كنتش قادرة أتملك، فرحت أغيرها. وبعد ما هغيرها هتشوفوا المكعبات دلوقتي. خلاص اهو انا كده قطعتها كيوبس. وبعد كده هولع على المية تغلي، وبعد ما اولع على النار تغلي، المية تغلي، هنزل بيها بالبطاطس. هستنى بقى لحد ما البطاطس تستوي جامد، لازم تكون مستوية يعني مهرية لأبعد الحدود. تيجي كده تفرميها او تهرسيها تلاقيها ناعمة خالص معاكي ومفرولة. بصوا هنا، فضلت بقى سايباها شويه لحد ما هحضر البهارات بتاعتي. البهارات بتاعتي هتحتاجي البابريكا والثوم باودر وبصل باودر والكركم، وحطيت حطيت كمون وحطيت ملح. الحاجات بقى اللي انت بتحبيها، في ناس بتزود كاتشب، اي بهارات انت بتحبيها حطيها. انا حطيت كمان زعتر بصراحه عشان خاطر يحرقها شويه كده ويديها طعم حلو قوي، كان مديها طعم جميل بالنسبه لي. في ناس ما بتحبش الزعتر، خلاص ما تحطيش يعني، على حسب الحاجات اللي انت بتحبيها. حابه تحطي حطي، مش حابه لا. هنا كنت النار يعني متوسطه عليها، وكل شويه ابص عليها. بعد كده بقى اطلعها من الميه واحطها في البوله بتاعتي، واجيب شوكه وابدا إيه، اهرسها بقى. انت في ناس بتعرف تهرس بالشوكه، في ناس بتعرفش بتهرس بالكوبايه، على حسب بقى انت بتعرفي تعمليها بايه. انا هنا كنت بقى بصفيها وبطلعها واحده واحده كده زي ما انتم شايفين. انا قلت لكم انا عملت بطاطسايه واحده، قشرت اتنين وبعد كده عملت واحده. بصراحه حسيت انا بس اللي هاكل ممكن تاخديها طبعا كسناك ما بين الوجبات، تبقى حلوه قوي. ممكن زي ما قلت لك لاطفالك. عامه الناس بقى اللي بتحب الشيبسي والسناكس والحاجات دي بس تكون صحيه. تبدا بقى هنا نهرس 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 على حسب بس اهم حاجه اللي تطلعي طريه خالص. هنا بقى كنت خلاص يعني يا دوب بفنش فيها كده. وواحد دلوقتي هبدا اتبلها معاكم، احط التوابل معاكم، وهقول لكم عليها تاني، كنت قايله لكم في اول الفيديو عشان ما تنسوش. هنا كانت خلاص بقى، بس اهم حاجه تكون مهروسه جامد عشان الشيبسي تبقى طالعه معاكي فلافي كده وحلوه. بعد كده اهو نص معلقه من الكركم، تمام، او ربع معلقه كمان عشان دي بطاطسايه واحده. وبعد كده هتحطي بقى، كنت بجيب البابريكا هنا، هنحط بابريكا وتوم باودر وبصل باودر. لا ما عندكيش عادي ما تحطيش. في ناس كمان بتحب تحط مرقة عليها، يعني زي ما تحبي. وبعد كده بقى تملحي، تحطي الملح بتاعك والكمون بتاعك، تفضلي بقى تقلبي تقلبي تقلبي. انا قلت لكم انا حطيت زعتر كمان لان انا بحب الحاجه تكون سبايسي كده شويه، بصراحه بتبقى مديها طعم احلى. ما بتحبيش السبايسي او ما بتحبيش الزعتر، خلاص ما تحطيش. وهنا بقى هنزل عليها باخر حاجه اللي هو الفلفل والكمون، وهقلب هقلب اقلب لحد ما كله بقى يمتزج. وهجيب الصينيه اللي انا هعمل فيها وافرش عليها ورقه زبده، واخد قطع صغيره واعملها زي الكوره. وبعد كده اجيب ورقه زبده تاني عشان وكوبايه عندي، اي حاجه بقى عايز تفردي بيها. انا فردت هنا بالكوبايه عشان تكون متوفره عند كل الناس وسهله وبسيطه. هت تلاقيها فردت معاكي خالص. بصوا بقى المنظر شكلها عامل ازاي، شكلها خطير، حلوة قوي.
تلاقيها فردت بقى معاكي جامد. هنا هعمل كمان واحدة لحد ما ايه ما تملى معاكي الصينية. تكوريها كور صغيرة كده، وتحطي ورقة زبدة فوقها ورقة زبدة ايه تحتها. لو محطتيش ورقة زبدة تحت الكوباية وانتي بتفردي هتلزق معاكي، فاهمة؟ هنا برضو هعمل واحدة تانية عشان اوضح لكم اكتر. بصوا، ونفس الخطوة اللي فاتت، ورقة الزبدة وبعديها الكوباية. عايزة تصغري حجمها عن كده صغري، مش عايزة تصغري حجمها عايزاها كده كبيرة اللي يريحك. طبعا بنسخن الفرن وندخلها فيه وبس كده. ما تنسوش بقى طبعا تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.